حياة الإنسان يظل الاسم علامة فارقة، كأنه قدر مكتوب. وأمل مسعود كان لها من اسمها نصيب وافر، فهي الابنة الوحيدة وسط 4 أشقاء ذكور، فكانت الأمل وكانت البهجة وكانت الزهرة الوحيدة التي زينت بستان العائلة. شاء القدر ألا تحقق حلم والديها في أن تصبح صيدلانية، فقد فرقتها نصف درجة عن كلية الصيدلة، لكن نصف الدرجة ذاك فتح أمامها باباً آخر، هو باب الإعلام. بداياتي اتولدت في الدقي. أنا من محافظة القاهرة. عايشين في منطقة وسط البلد، حيث الفن والثقافة والإبداع. اتربيت في منطقة وسط البلد، شارع شريف. كل عيلتي، جدتي في سليمان باشا، شارع الأوبرا، قصر النيل. اتربيت في منطقة الحقيقة فيها سحر خاص، مهتم بجمال المكان، بالفن، بالثقافة، بالسينمات، بالمسارح اللي موجودة فيها. زميلة العزيزة أمل مسعود كنا رفقاء، رحلة نجاح جميلة جدا، ليها تاريخ لا ينسى في إذاعة الشرق الأوسط. كنا في فترة كانت فترة الازدهار بالنسبة للإنتاج البرامجي للإذاعة أو إذاعة الشرق الأوسط تحديدا، وخاصة برامج المنوعات. برامج المنوعات دي كان ليها صناعة وليها شكل مختلف جدا عن أي إذاعة تانية. محتاج حد يكون ليه طبيعة خاصة، حد لين، حد إعلامي مش جامد، إعلامي فيه ليونة. فوقتها كنا كل واحد بيعمل برنامج منوعات، وخاصة في شهر رمضان. البرامج المنوعات في شهر رمضان دي كانت ظاهرة سنوية كده في مصر عموما، ومش في مصر وفي العالم العربي. وكانت كل المحافظات بتسمع إذاعة الشرق الأوسط وقتها. أنا بنت على 4 ولاد. أنا في المنتصف، في 2 أكبر مني. عادل مسعود أستاذ دكتور في جامعة المنصورة كلية الصيدلة. أخويا التاني يحيى مسعود وكيل وزارة في وزارة الزراعة. أنا كنت في النص الحقيقة بعد 10 سنوات ما بين إخواتي الكبار. أنا جيت، كان الحقيقة بابا وماما كانوا نفسهم في بنت قوي، فأنا جيت فسموني أمل على أساس أغنية أم كلثوم أمل حياتي. ابتدينا من هنا. أنا محظوظة جدا، جه ولدين بعدي. طارق مسعود هو خريج هندسة، لكن كان بيشتغل في مترو الأنفاق. حاليا هو مرشد سياحي فرنسي. واخويا اشرف مسعود برضو خريج هندسه، لكن مش عارفه الهندسه في العيله بيسلكوا طريق اخر، فهو اشتغل مذيع في التلفزيون في قناه النايل تي في، نشرات الاخبار بالفرنسيه. اذاعه الشرق الاوسط وكل البرامج اللي هي قدمتها الاستاذ امل مسعود كانت بالفعل منبر لوعي المستمع الكريم في كل المحافظات على مستوى طبعا ال27 محافظه. بالاضافه طبعا من خلال هذه البرامج كانت بتعرض طبعا مشاكل المواطن، كانت بتعرض ليس عرض المشاكل، ان دور الاعلام ليس عرض المشاكل فقط، ولكن هو ان يشارك الاعلام في عمليه تقديم بعض الحلول للحكومه المصريه، او حلول طبعا للمسؤول والمحافظ والوزير او وكيل الوزاره، عشان يكون الاعلام طبعا مشارك في عمليه الوعي، مشارك في عمليه الحلول. حلم حياه والدي ان انا ادخل كليه الصيدله، لان زي ما اخويا دكتور صيدله كان بيقول لي ان انت افتح لك صيدليه صغيره وانت تبقي حره نفسك، ما تبقيش بتشتغلي عند حد. فالحقيقه فرقت ساعتها على نص في المية ان انا ادخل كليه الصيدله، وده كان تغيير مسار كبير جدا في حياتي، لان انا كنت عايزه احقق حلم بابايا اللي الحقيقه كان مديني حريه كويسه، كان مديني فكر كويس، كان مديني الحاجه قبل ما بطلبها بتكون موجوده. فكان عايزه احقق له حلمه اللي هو عايزه ان انا اكون في كليه الصيدله.
كنت زعلانه في الفتره دي، وبعدين قال لي اختاري اي كليه. كليات طبعا في الوقت ده ما كانش فيه جامعات خاصه نهائي ولا اي حاجه ان انت تدخليها. فقعدت فكرت، قلت خلاص انا هدخل مجال مختلف عن اخواتي كلهم، انا هدخل في مجال البيزنس. دخلت كليه التجاره جامعه القاهره. الاستاذه امل مسعود هي الامين العام لاتحاد المراه الافريقي الاسيوي تبع منظمه تضامن الشعوب الافرو اسيويه، وانا شغال معاها نائب الامين العام في الاتحاد، وبنشتغل على الدول الافريقيه والاسيويه، وكان ليها هي فعلا دور دولي بقى بعيد عن دور الاذاعه ودورها كاعلاميه، دورها كسياسيه يعني، وبتتعامل في التنميه على مستوى قاره افريقيا وقاره اسيا. وكان ليها دور في ان التعاون الدولي ما بين مصر وما بين الدول دي، وليها دور في تنشيط السياحه في مصر، وفيها دور كبير جدا 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 في تنميه العلاقات الافريقيه الاسيويه المصريه. كنت مشتركه في الاسر الجامعيه، كنت بقدم كلمات، بطلع على المسرح معاهم. في الوقت ده كنت يعني بحب جدا اذاعه الشرق الاوسط بدون ما اعرف انا بحبها ليه، ودايما كانت يعني ذكرياتي معاها ان انا اقعد اذاكر داخل يعني على صوت مذيعين ومذيعات اذاعه الشرق الاوسط. اتكونت ألفة وصداقة بيني وبين أصواتهم، إيناس جوهر، محي محمود، إبراهيم صبري، تهاني حلاوة، سميحة دحروك، سناء منصور، عمو حسن، مشيرة نجيب، مديحة نجيب. يعني كنت حافظاهم وعارفاهم، صديقة حياتي، سميحة دحروك، سميرة الديب، كل الشخصيات الجميلة اللي موجودة مع الاحتفاظ بالألقاب. بدأت معايا قصص حب وقراءات وعندي ذكريات معاهم قوية جدا. إنسانة مثقفة جدا، عندها قبول عالي. أستاذة أمل ليها دور يعني تشوفيها تحبيها، تتقبليها، أي حاجة هتقوليها بتخش على القلب على طول. أنا لما بشوف ولادنا ذوي الهمم بيتعاملوا معاها كأم، يعني بيقولوا لها يا ماما أمل. كلهم غير كده، هي يعني بسم الله ما شاء الله فعلا أمهم. كل واحد يقدر يختار القبعة المناسبة له واللي يقدر ياخد بيها القرار. أحيانا وانتي مسؤولة تاخدي أكتر وتلبسي أكتر من قبعة عشان تقدري تاخدي القرار السليم. طبعا وجودنا النهاردة لازم نشكر الهيئة الوطنية للإعلام ومعهد الإذاعة والتلفزيون، لأنه فعلا ادانا فرصة للتعارف والتلاقي، وإن احنا نستفيد من خبرات بعض اللي ما بنقدرش نستفيد بيها واحنا بعاد عن بعض. وأتمنى أن يكون في دورات أكثر وأكثر في كل مرة. بدأت أمل طريقها بعيداً عن الأثير، فقد درست التجارة، ثم عملت مدرسة للرياضيات باللغة الإنجليزية في إحدى المدارس الخاصة. انتقلت بعدها إلى أحد البنوك الاستثمارية، لكن العمل في البنوك كان مرهقاً، فنصحها والدها قائلاً: الإذاعة هي مكانك. استمعت للنصيحة والتحقت أولاً بإدارة المتابعة لتتعرف على تفاصيل العمل الإذاعي من الداخل، ثم انطلقت إلى إذاعة الشرق الأوسط تحت قيادة الإعلامية الكبيرة سناء منصور، وهناك أطلقت برنامج المنوعات ألوان الذي كان بدايتها الحقيقية في الإذاعة. وتحكي أمل في حديثها لجريدة الأهرام عام 2019 أنها تعلمت في هذه المرحلة أن المذيع لابد أن يكون مبدعاً يضيف لمساحة صوته فكراً وثقافة، وإلا ذاب بين الأصوات. ولم تخلو الرحلة من المواقف التي تركت أثرها. من أبرز هذه المواقف لقاؤها مع الأديب العالمي نجيب محفوظ حين ذهبت برفقة الزميلة سهير جودة لتسجل حلقة من برنامج على الأصل دور، لكنهما تأخرتا 5 دقائق فقط. استقبلهما محفوظ بابتسامته الرقيقة المعهودة،
لكنه رفض التسجيل ليمنحهما درساً خالداً في قيمة الوقت، وهو درس لم يفارق أمل طوال مسيرتها. في بداياتي كان في برنامج اسمه على الأصل دور، كان من إعداد زميلتنا الجميلة سهير جودة، كانت في الوقت ده هي صحفية، وبدأنا نعمل البرنامج ده على الأصل دور، وكان في لقاءات مع شخصيات كبيرة جدا. كانت بدايتنا مع الكاتب الراحل نجيب محفوظ، والحقيقة مع كاتبنا الجميل رحنا، كان ميعادنا مع الساعة 5. الحقيقة احنا وصلنا أنا وسهير 5:03 تقريبا أو 4 دقايق. قعدنا اتقابلنا في كازينو، كان هو دايما بيحب يعمل لقاءاته هناك ويقرأ ويكتب، واستضافنا وقابلنا، وبعد كده قعدنا اتكلمنا كتير جدا جدا ما يقرب من 2 ساعتين. وبعد كده قلنا له نبدأ بقى نسجل حلقة البرنامج. قال الحقيقة انتوا جيتوا متأخرين حوالي 4 دقايق، فأنا بعتذر انه لازم المذيع يحترم ميعاده ويكون قبل الضيف موجود. وكانت دي بداية جديدة لاحترام مواعيدنا مع أي ضيف. فكان الحقيقة قبل الضيف كأنه ميعاد هوا، حتى لو كان تسجيل بنروح قبلها بساعة أو نص ساعة عشان نتكلم ونحضر ونقول إيه اللي ممكن يتقدم. كل البرامج اللي هي يعني كانت بتقدمها كانت بتلقى يعني إقبال كبير، ومستمعين كانوا بينتظروا مثل هذه البرامج، لأن هم شايفين بالفعل الكلمة يعني محققة، الكلمة موثوقة من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، من خلال الكلمات ومن خلال البرامج اللي هي كانت بتقدمها. كل واحد ليه شكل وليه لون وليه طعم وليه كده، يعني هقول ايه، ليه كاريزما معينه في برامج المنوعات. امل كانت بتعتمد على البرامج الخفيفه اللي بتهم الاسره اكتر، يعني للزوج والزوجه، الزوجه، الاسره، الحاجات اللي فيها الايه، المشاكسات الايه الاسريه دي. فوقتها ما كانش في حد بيخبي حاجه عن التاني، يعني ما كانش في مذيع بيخبي حاجه عن المذيع التاني. كنت انا اقول لها امل انا عندي تسجيل مع اسامه انور عكاش رحمه الله عليه، طبعا مع حفظ الالقاب يعني. فتقول لي طب يا طه لو سمحت انا هاجي معاك، بص مش هتسجل مع الاستاذ اسامه غير اما اجي معاك. فاقول لها خلاص يا امل احنا مع بعض. تيجي مثلا زميلتي وفاء رشوان، انت هتروح انت وامل مش هتاخدني، اقول لها نروح سوا. نيجي بعد كده مثلا وفاء رشوان رايحه تسجل مثلا مع صلاح الشرنوبي، فاقول لها ها نيجي معاكي. فكنا نتبادل كده نتبادل المصادر اللي هم النجوم، اللي هو النجوم الصف الاول ساعتها. اتخرجت من الكليه، اشتغلت في بنك اجنبي، كنت الحقيقه بقبض بالدولار. في الفترة دي كان في إعلان إنه مطلوب موظفين للإذاعة، مش مذيعين أو اختبارات. فالحقيقة لقيت بابايا بقول لك إيه، أنا عايزك تروحي الإذاعة. قلت له ليه؟ أنا بقبض كويس وحابة يعني الكارير ده وده تخصصي. قال لي لا بصي، انت هتتجوزي وهيبقى في اولاد، الشغل في البنوك اوقاته كتيره جدا، الاذاعه هتبقى نظام شفتات، هتبقى مريحه اكتر بالنسبه للبيت والاولاد. يعني خدت الموضوع يعني قلت نشوف. ففعلا اخدت اجازه من البنك ورحت قدمت في الاذاعه، وكنت بشتغل على المتابعه. على المستوى الإعلامي هي دايما همها في الإعلام إن هي تقدم نماذج جديدة، وعلى إيديها فعلا ظهر مواهب كتير وكان ليها دور في المجال ده. كان في إدارة اسمها إدارة المتابعة. إدارة المتابعة دي كنا بنسمع برامج كل كبار إذاعة الشرق الأوسط، كل الأسماء اللي ذكرتها قبل كده كنا بنقعد نتابع. وأنا رحت كان شهر رمضان، فبدأنا كان عندنا البرامج مدة البرنامج 3 دقايق، إذاعة خفيفة بتعرف إن هي تقول الموضوع كله في 3 دقايق، بنوصل المعلومة زي ما كنا بنقوله لنا في ساندوتش بسرعة سريعة جدا، وبتلم كل الموضوع. بدأت أسمع كبار
المذيعين والمذيعات. ايه الثقافه ده؟ ايه اللمعان اللي بيأدوه؟ فكره برامج بتتعمل كلها برامج صغيره وبتأدي المعلومه، فتقعدي وتتابعي وتقولي ايه اللي يتشال وايه اللي ما يتشالش. وكانت رئيستي في الوقت ده ربنا يديها الصحه الاستاذه أميمة رشاد. امل مسعود صوت زي ما بيقولوا ايه، صوت مبهج، صوت فيه فرحه، يعني في بهجه وفي فرحه. علشان كده الصوت ده ما ينفعش يقدم الحاجات الحزينه او الكئيبه او الحاجات السوداويه قوي او الدراميه قوي اللي فيها قضايا تخليكي كده ايه يعني قلبك يوجعك. لا، ده كانت بتقدم. احنا في مره كنا رحنا في عيد بلاد الشرق الاوسط مع الفنان محمد فؤاد المطرب، نعمل معاه سهرة في ملجأ لأطفال. بدأت أسمع المذيعات، بدأت أكتسب خبرات قوية جدا. قعدت 9 شهور لغاية لما كان في امتحان. في خلال ال9 شهور دي كنت مكتسبة، بسمع كل واحد بلونه وبطريقته وبطبيعته. خدت معلومات كتيرة جدا، بالإضافة لأني أنا كنت متابعاهم من قبل كده. لما جيت اشتغلت كمذيعة، اشتغلت واتخطبت. كان زوجي مهندس اتصالات بيشتغل في الدور ال26 في التلفزيون المصري. إحياءه بعد غياب أكتر من 10 سنوات ده شيء مهم جدا، إنه في خلال عام واحد نقدر نحقق يعني دخل كبير جدا من حفلات أضواء المدينة. يمكن كان في أكتر من 5 مليون تم توجيههم لصندوق تحيا مصر. في دعم من الهيئة الوطنية للإعلام بحفلات أضواء المدينة. في شغل، الناس كلها بتحب. هتبصي تلاقي انه كتيبة نحل بتشتغل في حفلة أضواء المدينة. اكتر من 150 مشارك في الحفلة اللي بتطلع خلال ساعتين. الكل بيشتغل، كل واحد عارف، حتى من ابسط واحد بيشيل كابل او بيحط سماعة او بيحط، كل الناس على قلب رجل واحد. الفكرة مش فكرة أضواء مدينة او فكرة عمل، هو انجاح ماسبيرو. كان مبنى ماسبيرو في تلك الحقبة قلباً نابضاً بالدراما والفوازير والمنوعات، لكن سحر الميكروفون ظل الأقرب لقلب أمل مسعود. ومع مرور السنوات صعدت السلم خطوة بخطوة حتى أصبحت مديرة إدارة البرامج الثقافية في إذاعة الشرق الأوسط. الإذاعي الكبير أمين بسيوني الذي خبر دهاليز الإعلام نصحها بأن تستمر في العمل الإداري، لأنه يفتح آفاقاً لفهم كيفية إدارة العمل كقوة ناعمة مؤثرة. وقد صدقت نصيحته وصدقتها أمل حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس الإذاعة المصرية. وفي حوار لها مع مجلة روزا اليوسف في عام 2017 كشفت أمل أن هذه المرحلة جعلتها تدرك أن الإعلام ليس مجرد صوت في الأثير، بل هو عقل الدولة وروحها، وأن الإدارة ليست عبئاً بل مسؤولية لصنع وعي الأجيال. ماسبيرو تعلمنا منه يعني القضايا الإعلامية. ماسبيرو تعلمنا منه الوعي، وتعلمنا وعلم العالم العربي وكل العالم. مين اللي عمل طبعا الفضائيات الخاصة؟ كان ماسبيرو، هم يعني أبناء ماسبيرو. ولذلك الدولة المصرية مهتمة جدا بماسبيرو، مهتمة جدا بالإعلاميين وكل العاملين في يعني ماسبيرو. ولكن يعني هذه المسيرة ما زالت طبعا بتقدم المزيد والمزيد. الأستاذة أمل مسعود من خلال البرامج اللي هي بتقدمها، من خلال يعني التوعية في المؤتمرات في الخارج وداخل يعني مصر، وعمل مؤتمرات للقارة الأفريقية، وما أحوجنا لمثل هذه البرامج اللي هي طبعا بتركز على قضايا الوعي. ميكروفون الإذاعة له يعني بريق وخوف، يعني كل مرة حتى برغم مرور سنوات وسنوات، لكن كل مرة كانت البداية تبقي حاسة بالخوف، حاسة بالرهبة، حاسة
بالفن، حاسه بالابداع بالتميز. يعني ازاي ممكن تبعدي عنه؟ يعني الميكروفون ده فيه سحر زي سحر مغناطيس يشدك ويخليكي تحلمي. يعني دايما احنا في اذاعه الشرق الاوسط كنا بنطلع رحلات على الهواء مع المستمع في اشياء كثيره جدا جدا. الاستاذه امل مسعود كاعلاميه تعمل في راديو الشرق الاوسط. راديو الشرق الاوسط مختلف عن باقي الاذاعات، ان في حريه وفي انطلاق للمذيع عن باقي الاذاعات التانية. كنت مذيعه وبعد كده ابتديت اكون مديره اداره في البرامج الثقافيه. ده كان في عهد الاستاذه انتصار شلبي رئيسه الاذاعه في الوقت ده. بعدها يعني ده بدايه عملي الاداري، لان احنا كمذيعين او مقدمين برامج ما كانش لينا علاقه بالاداره. بعد كده ابتدينا ان احنا نشتغل اداره من اول ما بقينا مدير اداره برامج ثقافيه. وطبعا كان حلمك انت مدير اداره برامج ثقافيه، انت هتبقي مدير عام البرامج الثقافيه. وبعدين تترقى السيده انتصار شلبي فتبقى رئيسه الاذاعه المصريه، وهي مع معالي الوزير انس الفقي بيقول لها مين مدير مكتبك. هي الحقيقه ما كانتش محضره يعني، فبتقول لي انا لقيت صورتك جات لي ان انت مدير المكتب الفني. فقالت له امل مسعود. امل مسعود قدوه لكل ستات مصر. اللي احنا عايزين نقوله الدور الثقافي والفني، وإنشاء حفلات في كل المناسبات الوطنية. في 30 يونيو احنا هنا في النادي عملنا حفلة فيها اخواتنا الصغيرين ذوي الهمم، وجبنا المطرب الكبير محمد أبو الشيخ المطرب الأسواني الجميل، والمطرب محمد صلاح المنياوي الصعيدي الجميل برضو، وعملنا حفلة جميلة. ايه ده انا ما عنديش خبرات إدارية خالص. فبدأت من داخل مطبخ مكتب الإذاعة المصرية. ربما يكون ده كان تأهيل ليا للي هيحدث بعد كده من ثورات في 2011 و2013. بدأت بعد كده أشوف كل حاجة، إزاي أتعامل، إزاي أكون متواجدة، يعني إيه الشرايط في التنسيق تطلع، يعني إيه إنه يكون عندي تراث وإنه يكون في مكاتب لحفظ التراث والاهتمام بيه، إزاي ذاكرة الإذاعة المصرية تكون في تطور، إزاي الإذاعة تكون أمن قومي للبلد، إزاي كل الحاجات دي اتعلمتها من خلال وجودي كمدير عام للمكتب الفني. وبعد عام بالظبط، ودي كانت أسرع ترقية ممكن تحصل، إنه حد ياخد مدير عام. هو القانون بيقول لازم يمر عليكي سنة. أنا قبل ما يمر عليا بعد 10 شهور تم اختياري عن طريق برضو السيدة انتصار شلبي رئيسة للإدارة المركزية، وكنت أول واحدة لأن الإدارة دي كانت جديدة، فكنت أول واحدة أتولى أو أشرف إن أنا أكون في منصب رئيس الإدارة المركزية لقطاع الإذاعة المصرية. معنا الإعلامية نائب رئيس الإذاعة المصرية أستاذة أمل مسعود. أهلا بيكي ومبروك النجاح. صوتك فارق وانزل وشارك، يعني عايز يعني بص، خاصة انا هبتدي طبعا انا بحيي كل المستمعين، بحيي زملائي على المكسر وعلى الاخراج. طارق طبعا كاتبنا الصحفي الجميل طارق رمضان، بقول لك بص يا طارق عليك مجهود كبير جدا. انا عايزه اشوف يوم الانتخابات الرياضيين الرياضيين واللعيبه، يعني كله مظاهره رياضيه بحب مصر. جاءت ثورة يناير 2011 لتفتح صفحة جديدة في الإعلام. أدركت أمل أن مصر تحتاج إلى أصوات وطنية صادقة، فكانت في طليعة من ساندوا الدولة في هذه المرحلة العصيبة. أسست أمل إذاعة مطروح في واحة سيوة بالتعاون مع المحافظ لتكون منبراً للسياحة والتنمية.
ثم أعادت الروح إلى حفلات ليالي أضواء المدينة، ولكن في هذه المرة دون أن تتحمل الدولة أي تكلفة. وفي حديث في عام 2018 قالت أمل: أضواء المدينة هي القوى الناعمة التي تحارب الإرهاب، وهي مشروع وطني قبل أن يكون فنياً. وبالفعل استطاعت أن تجذب كبار النجوم ومنهم تامر حسني ليشاركوا في هذه الحفلات مجاناً من أجل مصر. احنا اقوى من الرصاصه، اقوى من الدبابه، اقوى من المدفع، فلابد من ان الاعلام الوطني يكون له دور. وابتديت اشتغل بقى على القوى الناعمه. من بعد كده قلت لابد ان احنا نحيي تراثنا. كان في عندنا اضواء المدينه، عندنا ليالي التلفزيون، فقلت نعيد اضواء المدينه الى النور. وابتدينا نعمل يعني أضواء المدينة من المحافظات المختلفة. عملنا من اسكندرية، من مطروح في العيد القومي ليها، عملنا كمان من السويس بدعم رجال الأعمال. وكنا بنقول وبدون ما يتحمل، لأنه ما كانش في فلوس في الوقت ده في التلفزيون، دون أن يتحمل التلفزيون المصري ولا جنيه، وبمشاركة كل أبنائه من كل القطاعات. ودي كانت اللحمة الجميلة، إن أنا بشتغل مع قطاعات، قطاع الهندسة، قطاع الأخبار، قطاع التلفزيون، قطاع الإذاعة، كل القطاعات كنا لحمة واحدة، لدرجة إن أنا كنت باخد وبعلم نفسي على التلفزيون الكاميرا، بطلع في الإذاعة الخارجية عشان أبص الصوت كويس، الصورة كويسة. صوتها فيه بهجة، بيضحك، صوت فيه تفاؤل. فكانت معظم الحاجات اللي بتقدمها تلاقيها فيها تفاؤل قوي. يعني احنا مثلا كنا نقدم حاجات في الشرق الاوسط، مثلا نقول مثلا ايه، تيجي مثلا مدام سناء منصور الله يديها الصحه والعافيه، كانت تقول مثلا طه انزل اعمل لي جنازه الشيخ الشعراوي على الهواء. ما ينفعش امل تقدم جنازه، لا، امل تقدم حاجات فيها بهجه قوي، فيها فرحه قوي، اللي هي مثلا العيد، عيد ميلاد مش عارف اذاعه الشرق الاوسط، الاحتفال بكذا، الاحتفال بكذا. فكان صوتها المبهج ده حاططها في الحته اللي فيها التفاؤل قوي دي. فكنا حتى نقول امل صوت كده، صوت مفتوح للسما كده. تامر حسني انه يجي ويمثل، انه يجي يقدم الحفله، وتامر حسني محبوب لكل اولادنا وشبابنا، لكن هو بيحب ان هو يطلع بالكاجوال. لا ده انا، فيقولوا لي لا احنا عايزين تامر حسني يطلع ببدله فورمال، عشان دي اضواء المدينه زي ما كان بتطلع ام كلثوم وكل النجوم. فبدات اقول له احنا محتاجين، عشان اوصل له معلومه ان انت تلبس فورمال. كان ممكن يقول لي انا مش هسجل ومش طالع، لكن قلت له انا عايزه نطلع بشكل جديد وده. والحقيقه طلع بشكل جميل جدا، وكان جايب اعلام، وكان جايب روح الفن، ابناء مصر، ابناء يعني الفن الاصيل او الفنان الاصيل اللي بيقف جنب بلده، اللي بيقف جنب دولته، اللي بيقول ما قاليش تامر حسني الحقيقه انا هاخد كام. يعني كل ولادنا أبناء الإذاعة والتلفزيون كانوا بيشتغلوا بحب، اتجمعنا كلنا على حب، أحلى نجوم، أحلى حفلات. حتى النهاردة لحد هذه اللحظة احنا نكاد نعتبر بعض إخوات. يعني كنا نقول إيه، طيب إيه رأيك، هي اللي تقترح، إيه رأيكم بعد ما نسجل ما تيجي بقى نطلع بقى الكافتيريا الدور العشاء بقى نتغدى ونقعد ومش عارف ايه وبتاع. طب ما تيجي نروح ناكل مش عارفه سندوتشات كذا في محل كذا. طبعا ده ما ينفعش نقول اسماء المحلات طبعا يعني. فمنها طب ما تيجي نقعد نشرب حاجه سخنه كده في المكان فتحس ان احنا عيله، اسره مع يعني اسره واحده متكامله. كانت هذه الاسره اللي بيخلقها الاخت مش الاخ. يعني الاخت هي اللي تقود المسيره دي، هي اللي تقود الحكايه دي. شكرا لانك انت بتدعمي كل اللي محتاجين. شكرا لانك انت بتبذلي اقصى جهدك علشان تحققي السعاده، وانت دايما امل
وسعد لكل اللي يعرفوكي وكل اللي حواليكي. من نصف درجة حالت دون كلية الصيدلة إلى صوت وطني يملأ الأثير في إذاعة الشرق الأوسط. صنعت أمل مسعود مسيرة تستحق أن تروى. أمل التي تعلمت من محفوظ قيمة الوقت ومن أساتذتها قيمة الكلمة. أثبتت أن المرأة المصرية قادرة على أن تكون أيقونة في الإعلام الوطني، وإنها بحق نموذج للإعلامية التي جمعت بين الموهبة والإدارة، بين الصوت والإرادة. وهذه لمسة وفاء لإعلامية مصرية لم تتكرر.